من المعلوم لدى الجميع أن تونس تمر بحالة أمنية استثنائية، لكن هذا الأمر لا يبرر أن يقع إيقاف أشخاص أبرياء لا سيما من الطلبة وإحالتهم إلى المراكز، لا لشيء إلا لأن ما يرتدونه من لباس يثير الشكوك حول إمكانية انتمائهم لمنظمات معينة. الحكاية صارت نهار الأحد، نهار 27 أكتوبر مع 11 متاع الصباح. في بالنا باش نهبطوا عندنا قضية في البلاد غاديكا. كنا متعدين بحذا لا ميزون دي فرانس غاديكا، معناتها حسيت اللي كنا فما شكون يراقب فينا. شلقنا بالحكاية، ما عملنا روحنا ما في بالناش، معناتها طفينا الحكاية وتعدينا. بعد شوية جونا رجال نادونا، تلفتنا يا أخي معناتها قالنا راهو الشرطة معاكم، طلبوا منا البطاقات نتاعنا وتليفونات وقالوا طلعوا معنا في الكرهبة. ما حبيناش نطلعوا، خذونا تاكسي، طلع معنا شرطي من قدام ومشينا معاهم للمركز. كي سألناهم علاش مثال انتم جبتونا لهنا، قالوا الحكايه معناتها رانا حبينا نتاكدوا من حاجه، انا صارت لحظه شك انكم ثلاثه من بعضكم ولابسين لباس يعني كيما هكاكا، معناتها يثير الشبهات. معناتها كي وصلنا هكا بمرحله شك هذاك علاش جبناكم، وحبينا نتحراو معاكم ونتاكدوا هل انتم معناتها فما حاجه ولا ما فماش غاديكا. وفتشوا السكان نتاعنا، ونحب نوصل حاجه انهم عملونا بكل احترام، يعني ما صارش منهم يعني سوء تصرف ولا حاجه. والحاجه نحب نوضحها انه معناتها كانت عندهم نظره سلبيه على الحجاب على الاخر. وفي نفس الإطار أثار غياب الحياد والإنصاف في التعامل الأمني بين المحجبات والسافرات تساؤل الطالبة حنان، التي عبرت عن قلقها من هذه النقطة التي تضع حواجز بين أبناء الوطن الواحد. والحاجة أخرى نحب نوضحها أنه ما صارت لنا حتى مشكلة، معناتها صحيح الحكاية قلقتنا خاطر احنا كطلبة، يعني ما يصيرش أن طلبة تجي تهزهم وتوقفهم معناتها بحجة أنك الحجاب نتاعك يثير فتنة، يثير معناتها الشبهات وكل شيء. هذا شيء غير معقول. وأنا شخصيا يعني أتفهم موقف الأمن، عند معناتها أتفهم موقفهم باعتبار أن واجبهم العملي ربما يفرضوا عليهم ذلك، ولكن ذلك لا يجب أن يتعدى حدود اللباس أو الحرية. يعني لو كانت إحدى الفتيات متبرجة لا أظن أنهم سيوقفونها، أو هذا ما أراه صراحة. معناتها أريد أن أشير إلى أن العزة بالإسلام، ومن أراد العزة بدون الإسلام حتما سيذله الله. امتعاض شديد من كل الأطراف بسبب هذه التصرفات الغير مسؤولة والتي تبث الرعب في صفوف المواطنين، إضافة إلى اعتبارها إهانة وتعدي على حريات شخصية تذكر فتذم، خاصة بعد ثورة الحرية والكرامة، ثورة 14 من جانفي.